متابعين عبر اللايف وعبر المباشر على الهواء مباشرة يتواجد معنا واحد من افضل الحكام يعني مروا على تاريخ مصر، كابتننا الكبير كابتن احمد ابو العلا، متواجدا يعني النهارده في محافظه الاقصر. ويتواجد مستر فيتور بريرا رئيس لجنه الحكام الاتحاد المصري لكره القدم هنا داخل محافظه الاقصر. كابتن احمد، بنقول لك اولا اهلا وسهلا بحضرتك داخل محافظه الاقصر. مشكورين على الاستضافه ومبسوطين ان احنا موجودين في وسطكم. مستر فيتور بريرا رئيس لجنة الحكام، يعني اسم كبير في تاريخ التحكيم بالتأكيد وتواجده. نقول له ان التاريخ كبير very big name and very big history, so I would like to, if he is going to say all this CD, we are going to finish this. Yes. عايزين نقول له ان البرتغال واليونان وجمهورية التشيك وروسيا اشتغل فيهم. Portugal, Russia, and Czech, and Greece, we worked there. So. شايف الشغل في مصر ازاي هنا؟ How do you see Egypt comparing with these countries? In all countries, there are different situations, different problems, and also different solutions. What I see in all from refereeing side is a lot of passion from referees and from the instructors and from the members who are working for the development of refereeing, which is fantastic. أكيد في كل الدول دي كل المواقف مختلفة والمشاكل مختلفة كمان الحلول مختلفة، لكن هو العامل المشترك دايما هو طموحات الحكام وأملهم وطموحات المحاضرين وأملهم واستعدادهم إن هم يشتغلوا ويعملوا حاجة لنفسهم ويعملوا من نفسهم تاريخ، هو ده العامل الحاسم دايما بالنسبة لي. الجمهور يعني بيسأل بالتأكيد بعد مشاركة في نهائي كأس السوبر الأوروبي بايرن ميونخ وليفربول 2001 2002 فاينورد بروسيا دورتموند 99 اليوفي ورين بالتأكيد يعني، والمشاركة في كأس العالم 98 و2002 كوريا واليابان. Even the EU World Cup 2002, so this is very big history. So after that, you are in Egypt. Well, your impression about this. What can you say about this? Look, I am now working in the biggest country in Africa, 120 million inhabitants. The people, they love football. The fans, they love football. They have a good quality. And what the federation asked me is to develop the refereeing, because we cannot have top football without top refereeing, and we cannot have top refereeing without top football, so they working together. بقول لحضرتك طبعا احنا هنا في مصر احنا بنشتغل بعد كل الكارير ده، انا بشتغل برضه في اكبر دوله في افريقيا 120 مليون مواطن، وكمان كرة قدم على مستوى كبير جدا جدا، وعندها كل الامكانيات اللي ممكن تخليها دايما في افضل مكان. لما الاتحاد المصري طلب مني ان اجي اشتغل هنا قالوا لي ان احنا عندنا محتاجين يكون مستوى التحكيم من تطوير التحكيم عشان يوصل لافضل مستوى، عشان يكون على مستوى كرة القدم بتاعتنا. مفيش كرة قدم قوية من دون تحكيم قوي، مفيش تحكيم قوي بدون كرة قدم قوية، وهو ده الهدف ان شاء الله احنا عايزين نشتغل عليه، وهو ده الهدف بتاعنا من تطوير اداء الحكام ان شاء الله الفترة الجاية. كابتننا الكبير كابتن احمد ابو العلا، بنقول له شكرا جزيلا على اللقاء واهلا بيك في داخل محافظة الاقصر، نورتها وشرفتها النهارده. شكرا. Thank you.